بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عيد سعيد عليكم. تالت ايام العيد في اسكندريه الماريه. قلنا بقى النهارده كده ناخد جوله في شارع خالد المريض كله من اوله. احنا كده في شارع خليل حماده، تمام. هنبداوا بقى خالد المريض من خليل حماده للبحر لميامي ان شاء الله. قولوا لنا بقى نزلتوا فين في العيد؟ فسحتكم كانت ايه في العيد؟ رحتوا فين؟ انطونيادس، المنتزه، البحر، ولا زي حالاتي قاعدين في البيت وبتاكلوا كعك؟ خالد المريض طبعا مشهور بملابس الاستوكات، يعني محلات كتير قوي. نقدر نقول كام 50% محلات استوكات من اول خليل حماده لخالد المريض، وحاجات جديده برضو الاتنين يعني بصوا كل دي كده محلات استوكات اهو. هتلاقوها على الجانبين، اطفالي بقى وحريمي ورجالي. استوكات فيها براندات على فكره. بصوا اجواء اسكندريه. تالت يوم العيد طبعا المحلات كلها فتحت من امبارح الحقيقه. المحلات فاتحه والدنيا ماشيه عادي يعني. هو اول يوم العيد اللي بيبقى هص الناس بقى ايه، تبقى صلت العيد والجمعه وروحت بيتها بقى تفطر الكعك والبسكوت ويعيدوا على بعض ونوم بقى، قضوها نوم. خلاص احنا كده اخر خليل حماده، ونخش بقى على شارع خالد بن الوليد. اسماك، دكتور الاسماك اهو، اشهر محل. قولوا لنا بقى ذكرياتكم. حلواني حمامه، هرس احمد حسنين، هنطلعوا بقى ميامي، ابو هاشم بقى والذكريات، فاكرين؟ خلاص احنا كده ايه دخلنا خالد بن الوليد. ما شاء الله حركه، محلات كلها فاتحه. بصوا جديد واستوكات، جديد واستوكات. هنطلع على الرصيف. الشرطه طبعا متواجده، شرطه الاشغالات اهو. من الشوارع بقى ده فتح الله مكة، من الشوارع الحيوية في اسكندرية. يقطنه العديد من الليبيين، يعني الليبيين اللي بيجوا بيقعدوا في شارع خالد المريض معروفة. وطبعا شارع المصيفين معروفة برضه من زمان الزمان. شارع خالد المريض ده شارع المصيفين، ومؤخرا بقى بيبقى زحمة في الصيف جدا يعني. طبعا احنا التقاطع ده كده البحر، البحر قدامنا اهو هناك كده نادي السيارات اهو باين. هنكملوا فيه كده الى مين ان شاء الله. اخر مره جيتوا خالد مريض امتى؟ برضو اكتبوا لنا في التعليقات. ده بجيب اوريكم الجنب التاني برضو. كله هدوم. اللي بيحب على فكره يتسوق يعني زي بطوس والمنشيه وكده بيجي برضو خالد بن الوليد. بنطلونات، بلوفرات. خلاص الشتاء بيودع يعني. النهارده تاني يوم فصل الربيع، كانت في شتوية خفيفة كده صباحا وخلاص بقى مفيش شتا تاني ان شاء الله. رمضان، رمضان روح خلاص. طبعا الشوارع كلها كانت معمولة زينة رمضان، وكانت تطلع لك من اي حتة. طبعا هو مش زحمة زي الصيف. الصيف حرفيا ما بتعرفش تمشي. اجواءه حلوة. سويت بنسات، جواكت 600 فقط. بصوا بدل جواكت، كل حاجة تتخيلوها الحقيقة في الشارع. هو يعني 90% لبس، 90% من لبس. كوتشيات،
ترنجات، كل الحاجات. تعالي. ونوصل الحيف فقط حقين. الشوارع الجانبية برضه كلها محلات. حاجات قطاقيت الصغيرين. حلوة حاجات الأطفال. برضو الجنب التاني اهو. يعني انا بفرجكم يا جماعة جولة وتفرجوا عشان الفيديو ده اتطلب مني. حاضر هجيلك والله. حاضر هجيلك. انت مش طالع مش طالع. حاضر هكمل تصوير الشارع واجيلك. عنده حاجات حلوة على فكرة. ابقى اجيله يوم مخصوص اصور حاجة بيجامات بقى والحاجات السوري والميدن تشاينا. برضو بنطلون اولادي شبابي. حاضر هجيلكم. كله عايز يصور. خمرات الصلاة. كافيه ابو الحسن ان شاء الله. يعني نبقى نعمل لكم فيديو عن اسعار الشقق الايجار اليومي مفروش، يعني اللي هي شقق المصيف زي ما بنقول. الو الصوت بيقطع. ننزلوا مع الرصيف عشان كله فرش على الرصيف. الاجواء اجواء وانسة. احنا الساعة 4:30 دلوقتي يا جماعة بعد العصر. فزي ما بقول لكم كده في كل يعني متفاوت الاسعار. ماشي. في الحاجات الغالية والحاجات الحنينة والحاجات المتوسطة. فكله بيجي ينقي ويشتري. سليبرز. الشارع محتاج نظافة يعني. محتاج يتغسل. ماشي يعني. داخلين كده خلاص قربنا من البحر. ميامي. طبعا خالد بن الوليد اخره شاطئ ميامي زي ما احنا عارفين، ونفق خالد بن الوليد. كل حته حتى الزقايق فيها محلات وفرشين. ونس الصراحه يعني حتى لو مش هشتري بصي الشنط. خلاص احنا كده مقربين على البحر. ورق رمضان لسه موجود وبهجة العيد لسه موجودة والاجواء جميلة. بس متعرفش تمشي على الرصيف. بصوا يعني المفروض الرصيف للمشاة. كشري الزعيم الشهير. اكسسوارز المحل ده كله اكسسوارز وساعات ونظارات. يا عيني شكله جعان. فضيات. قولوا لنا اخر مره جيتوا خالد بن الوليد امتى؟ ولا ما بتحبوش تمشوا فيه عشان الزحمه ولا ايه؟ حاجات بنات بقى توك واكسسوارات حلقان. لا بس على قلبي ده العسل. حتى الذهب الصيني. الاشكال حلوه السلاسل دي لطيفه. ما تتغشوش، مش اي حد لابس حاجه بتلمع يبقى لابس دهب. الدهب الصيني دلوقتي منتشر. على فكره انا بوقف الكاميرا واتفرج برضو، يعني مش ماشيه بصور بس، بتفرج واسال على الاسعار كده يعني. ايس كريم، عصير، الجوكر. يلا بينا.
هنا بقى بيعمل ايه؟ ايس كريم رول، صح؟ ايس رول. ده برضو اكسسوارز. تعال كده نتفرج. وصلنا كده اخر الشارع. دي مشاريع طبعا رمسيس. من هنا اهي بتبقى واقفه هنا، يعني اللي جاي رحله اليوم الواحد او جاي اسكندريه عامه مش عايز ينزل سيدي جابر، فبياخد المشاريع من رمسيس بتجيبه خالد بن الوليد. بيقولوا القاهرة. معرفش بكام الصراحه، بس عامه البنزين غلى. معلش. نفق خالد بن الوليد اهو شغال. اللي عايز يروح بقى شاطئ ميامي الناحيه التانية المقابله. كشري التحرير. هنمشوا كده احنا ونعدوا، يعني اصور لكم الجزء ده. كشري التحرير. عايزه اقول لكم ريحه الكشري ضربه ضربه. طبعا احنا وسعنا ميامي فوق الطريق، طريق الكورنيش بصفه عامه. جلاشي عزه، حلواني ابراهيم الغفير. ودي الاجواء. لازم اوريكم الاجواء برضو على البحر. هنعدي ونوريكم اجواء البحر، خليكم معانا. احنا عدينا هنخش اهو النفق، بس قلت اوريكم اجواء الشارع من هنا. لا الدنيا زحمه. طلعنا من النفق جينا كده ميامي على البحر والاجواء. الجو جميل، الجو جميل. كده يكون الفيديو بتاعنا بتاع خالد بن الوليد خلص. استنونا بقى في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد.